الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة زراعة وأفكار. في هذا الفيديو سنريكم طريقة حماية الأشجار، مثل أشجار الحمضيات الصغيرة، مثل هذه الشجرة الصغيرة. كيف تحميها من البرد القارس في فصل الشتاء. فأشجار الحمضيات لا تحب الشتاء ولا تحب البرد القارس، وخاصة الرياح الباردة، فتتأثر وتصبح فيها بعض الاصفرار والأمراض. لذلك في هذا الفيديو سنريكم الطريقة لحماية هذه الشجرة وكيفية تسريع نموها بشكل جيد. يمكنكم وضع غطاء بلاستيكي مثل هذه القنينة. قمت بقصها من الأسفل، قمت بقصها. بعد ذلك نقوم بتغطية هكذا هذه شجرة برتقال، أقوم بتغطيتها هكذا. بعد ذلك أقوم بإزالة الغطاء البلاستيكي. لماذا أقوم بإزالة الغطاء البلاستيكي؟ لكي لا تكون هناك رطوبة زائدة وتسقط على الأوراق فتتعفن الأوراق والساق وتموت هذه الشجرة. أقوم بإزالة الغطاء حتى تتنفس الشجرة وتخرج الرطوبة الزائدة. ومن نجاح هذه العملية هو تكون درجة الحرارة داخل هذه القنينة مرتفعة كأنه فصل الربيع، ومع وجود بعض الرطوبة فتصبح الشجرة مهيئة لبداية النمو وتحفيز هذه الشجرة الصغيرة على إعطاء مجموع خضري جديد، وتصبح الأوراق خضراء وتنمو وتكبر بشكل سريع. فلأن هناك بعض الدفء وهناك بعض الرطوبة، وتظن أن شجرة في فصل الربيع وقد خرج فصل الشتاء وانتهى طور السكون، فتبدأ الشجرة بالارتفاع. وبعد أن ترتفع الشجرة وتصبح هذه القنينة صغيرة، يمكنكم وضع قنينة أكبر أو تضعون بعض الأعمدة الخشبية وتضعون كيس بلاستيكي مع مراعاة عمل ثقوب داخل الكيس البلاستيكي، لأن الرطوبة الزائدة تقتل الشجرة. لذلك دائما نقوم بوضع فتحة هنا، أو نقوم بثقب القنينة كما تشاهدون هذه الشجرة، ونقوم بالري من الجوانب من هنا فتصل الماء إلى الشجرة. ويمكنكم أيضا أن تقوموا بالري على مسافات بعيدة إن كانت الظروف غير ملائمة للري كل 3 و 4 أيام. فهذه الفكرة أيضا تحافظ على الرطوبة للتربة، لأن تبخر التربة فتصل إلى قاع إلى أعلى القنينة، ثم تسقط قطرات النداء فتتغذى منها الشجرة بشكل جيد. أرجو منكم متابعين الأوفياء إن أعجبتكم هذه القناة وهذه الفكرة الضغط على لايك لينتشر الفيديو على أكبر عدد ممكن من المشاهدين، والاشتراك في القناة في الزر الأحمر أسفل الفيديو. وشكرا لكم.